سؤال كل سنة اللي بيحير كل الناس: أدخل ابني مدرسة خاصة ولا حكومة ولا تجريبي ولا أزهر ولا أعمل إيه؟ انت اللي هتجاوب على السؤال ده بعد ما تسمعي الفيديو للآخر. أولا، مفيش حاجة اسمها أحسن ومفيش حاجة اسمها أوحش، لكن في حاجة اسمها أولوياتك إيه وإمكانياتك وإمكانيات طفلك واستعداداته إيه. يعني انت لو مقررة انك تدخلي ابنك الازهر عشان حفظ القرآن وتعليمه الدين ومهتمية بالجزء ده وشايفة ان طفلك بيحفظ كويس وعنده استيعاب كويس، يبقى دخليه ازهر. اما لو انت عاوزة تدخليه مدرسة خاصة وعندك القدرة المالية على كده وعارفة انك هتقدري توفري كل سنة المصاريف دي، وعاوزة ابنك يتعلم انشطة جديدة ويكونوا مهتمين بيه اكتر، مع ان ده ممكن ما يتوفرش في كل المدارس الخاصة، يبقى خلاص دخليه خاص وشوفي امكانياته يخش عربي ولا لغات. اما لو انتي زي معظم الشعب واللي جاي على قد اللي رايح وده مش عيب وعاوزه تعرفي تدخليه حكومي ولا تجريبي، بمنتهى البساطه الحكومي كل موادها عربي، لكن التجريبي فيه ماس وفيه ساينس، يعني هيحتاج انجليش اكتر. شوفي انت هتقدري تذاكري لابنك بعد كده بالانجليش وطفلك عنده القدره على كده ولا لا، هتقدري مثلا توديه دروس لو انت مش عارفه تذاكري له ولا لا. وصدقوني مستوى طفلك وتفوقه ملوش علاقة بالمدرسة، ده ليه علاقة بمجهودكم معاه في البيت وتوفيق وبركة من الله. وافتكروا دايما ان الاوائل اهلها ناس بسيطة جدا، وده ما يقللش منهم في شيء بل يزيدهم فخرا.